رجعت لكم تاني بفيديو جديد، وبسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وجبتنا النهارده او وصفتنا النهارده سهله وبسيطه وسريعه جدا جدا. هنعمل النهارده الفراخ محشيه بالفريك بطريقه بسيطه ومكونات موجوده في كل بيت، عشان تعملي العظمه دي تشرفك في اي عزومه، او لو حبيتي تروقي على نفسك كده تبقى وجبه سهله وبسيطه جدا. اول حاجه انا جبت الفريك البلدي، نقعته حوالي من 3 ل4 ساعات. لما حسيت ان هو خلاص باش معايا كده، وهبدأ ان انا اشوف الطريقة بتاعتي. بقى جبت حلة على النار، حطيت فيه مادة دهنية زي ما انت حابة تحطي سمنة، حابة تحطي زيت براحتك. نزلت عليهم ببصلة كبيرة لغاية لما يبدأ لونها يصفر كده معايا. وبعد كده هبدأ ان انا هنضيف كمان معاهم كده حوالي معلقة من الثوم المفروم، هيديها برضو نكهة حلوة قوي. واول ما يبدأ معايا البصل بتاعي يصفر، نزلت عليهم بقى كده بالفريك، وهبدأ ان انا انزل بالبهارات بتاعتي. معايا واحدة من مكعب ماجي، معايا معلقة كبيرة، معلقة صغيرة من القرفة، ومعايا فلفل اسمر وملح وحبة كزبرة ناعمة. وبعد كده هبدأ ان انا احط عليهم المية المغلية، وهسيبهم على نار هادية لغاية لما ياخدوا معايا نص سوا. هنا بقى معايا الفراخ بتاعتي بعد ما نضفتها حلو قوي بالليمون كده، وغسلتها كويس قوي واتاكدت ان مفيهاش اي زفاره خالص. جبت بصلايه كبيره مقطعاها او فرمها صغير خالص، وبدات ان انا افرمها كده بايدي بشويه ملح وفلفل اسمر. عايزه اقول لكم الخطوه دي بتخلي طعم الفراخ في حته تانية خالص. تقدري تعملي الخطوه دي برضو في الحمام، لو انت حابه تعملي حمام او تعملي رومي او تعملي بط باي حاجه انت حابه تحشيها. اعملي فيها الخطوه دي، بتغير طعم اللحم ذات نفسه بتاع ال الطيور بتاعتك، بتخليها طعمها مختلف جدا. بدأت كده ان انا ادعك الجلد من بره ومن تحت الجلد كده، حشيته بالبصل كله، وهسيبها حوالي يعني ساعة ونص بالظبط لغاية لما الفريك بتاعي يستوي ويهدى خالص. وبعد كده ابدأ ان انا اشتغل فيها. صدقوني طريقتها حلوة جدا جدا وطعمها تحفة. انا خلصت بقى كده الفراخ بتاعتي، بدأت ان انا اجيب خلة. انا مش عايزة اعملها شرايح بالسكينة عشان ما تتهريش معايا في السوا. بدأت جبت خلة كده وخرمت الفرخة بتاعتي، خرمتها عشان خاطر ان اللحم بتاعها يشرب من التتبيلة، وفي نفس الوقت ما يتهريش معايا وانا بسلقها. لو مش حابة تسلقيها، ممكن بعد ما تقفليها كويس وتحشيها تقدري تحطيها في كيس حراري وتدخليها في قلب الفرن، برضو هتطلع معاكي حلوة جدا. وساعتها تقدري ان انتي تسوي الفريك تسوية كاملة. انما انا هنا هسلقها، فهسوي الفريك نص سوا، وهبدأ بعد كده ان انا احشي. هنا خلاص الفريك بتاعي اهو، شايفين منظره عامل ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا. لسه فيه ميه، عشان كده انا يعني سويته 3/4 سوا. هسيبه بقى لما يهدى خالص، انا مش هشتغل فيه دلوقتي، هسيبه لما يهدى كده شويه. وبعد كده هبدأ ان انا احشي بيه الفراخ بتاعتي. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي غير الرز خالص، يعني حلو ومفيد جدا. هنا انا بقى مش هحشيه زي الحمام، هحشي بالفريك تحت الجلد، لا انا هحشي بس قلب الفرخه او بطن الفرخه من جوه. وبعد كده هبدا ان انا هقفلها كده بالخله، وهبدا ان انا اربط الرجلين بتوعها عشان لما اجي احطها في الميه بتاعتي، او لما اجي اسلقها ما تتفكش معايا وما تتهريش مني. حته خيط صغيره كده، وبعد كده اربطي بقى بيهم الرجلين بالطريقه دي، مش هتفك معاكي وهتطلع في نفس الوقت شكلها حلو جدا جدا. ادي الفرخه بتاعتي ما شاء الله، ما تحشيهاش من جوه جامد قوي عشان ما تتقطعش معاكي، او الجلد بتاعها ما يتهريش وتبدا تغرق لك الشوربه بتاعتها. هشيل التانية بنفس الطريقه، وهبدا ان انا برضو اربطها، بس كانت الكاميرا وقفت طبعا، فانا كنت حاشيه التانية اصلا. هربطها بقى وابدا ان انا احطهم في الميه بتاعتهم. طبعا حطيت ميه على النار تغلي، وحطيت فيها البهارات بتاعتي، قرفه ومستكه وورق لوري وبصلايه صغيره. وهبدا ان انا احط عليها حطيت فيها الفراخ، وحطيت البهارات بتاعتي ملح وفلفل ومكعب من مرقه الدجاج. بس كده. هنا بقى انا كنت طبخه جنبيها بصراحه كوسه ورز، بس ايه يعني الطبيخ ما حبيتش ان انا اطول معاكم مده الفيديو، حبيت اعمل لكم طريقه الفراخ بس. خلاص بقى هنا بتاعتي انا اتأكدت تماما ان الفراخ بتاعتي استوت 90%. هبدأ جبت معلقة من الكاتشب الحار، معلقة كبيرة. حابة تعملي صلصة عادية عندك براحتك، انا جبت هنا معلقة من الكاتشب الحار،
وبدأت ان انا اغرقها كده بالفرشة بالطريقة دي. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا. تقدري تحطي عليها برضو شويه زيت او شويه من الفلفل الاسمر، هيدوها برضو لون القرمشه من بره كده، هيبقى طعمها حلو قوي. هتعرفي ان الفراخ بتاعتك استوت ازاي، حطي فيها خله كده، هتلاقيها انها بطلت انها تنزل الدم بتاعها، وانها استوت كده من اللحم، يعني لو حطيتي فيها شوكه او خله او حاجه. بس كده، وبدأت ان انا احطها بعد ما خلصت وغرقتها كلها من الكاتشب. طبعا الوش ده هياخد لون، بعد كده اروح قلبها الناحية التانية، هحط فيها كاتشب برضو واديها اللون عشان تبقى مستوية معايا من جميع الجهات. شغلت الفرن، طبعا الفرن سخن جدا وعلى الرف الاوسط. هبدأ ان انا احطها تحت الشواية حوالي تلت ساعة، هتطلع معاكي بقى بالمنظر اللي انتي هتشوفيه ده. بس كده، دي كانت وصفة النهاردة دي. بعد ما طلعت بقى شايفين شكلها ما شاء الله، وريحتها حلوة قوي 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 وجميلة. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جديدة. وما تنسيش طبعا اللايك وكومنت حلو كده، ولو انت لسه جديدة معايا في القناة اعملي شير وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير جديدة. وباي باي.